السلام عليكم. حابب النهاردة أتكلم عن فيروس هانتا عشان خاطر بعض الناس بدأت تتكلم عنه. فيروس هانتا ده بيتنقل عن طريق القوارض وممكن يسبب مشاكل خطيرة جدا في الرئة والتنفس والقلب. طيب فيروس هانتا ده بيتنقل ازاي؟ أول حاجة هو بيتنقل عن طريق الأكل الملوث بفضلات الفئران المصابة بالفيروس ده. تاني حاجة كمان ممكن يتنقل عن طريق الاستنشاق بتاع الغبار ده بيكون ملوث برضه بفضلات الفئران المصابة بالفيروس. الأعراض بتبدأ زي البرد والإنفلونزا، بيحصل صداع شديد وتكسير في العظم وبيحصل حرارة، وممكن بعض الحالات توصل إن يحصل فيه ضيق تنفس خطير. طيب هل ممكن الفيروس ده يتنقل من شخص لشخص تاني؟ غالبا لا، نادر جدا لما يتنقل من شخص لشخص تاني الا في حالات نادرة جدا طيب ازاي بقى نحمي نفسنا؟ اول حاجة نحاول ان احنا نفتح الاماكن المقفولة، نحاول طبعا نفتح الشبابيك والبيبان ونهوي الدنيا. تاني حاجة ان انا البس جوانتي او كمامة وانا بنظف، ده مهم جدا. تالت حاجة اتجنب نهائي اني اتعامل مع فضلات القوارض. اهم حاجة انك ما تتهاونش في اي اعراض تنفسية جديدة ظهرت عليك بعد تعرضك لمكان غير نظيف او مكان فيه فئران. الفيديو ده للتوعية بس، مش تشخيص او علاج، وتابعونا ان شاء الله في فيديو جديد.